بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على شفيعي رسول الله. وحشتوني، عاملين ايه؟ الأول بنعمل أحلى كوباية قهوة على السبرتاية اللي بقالي ساعة أقلب فيها مش راضية تطلع. أنا طالعة أدردش معاكم كده في موضوع. في واحدة من حبايبي كتبت تعليق، فأنا قلت لازم أرد عليه فيكم معايا. أنا بحب أقرا التعليقات وبحب أقراها في الصفحة عندي. ففي واحدة بعتلي ايه؟ يا برضه حبيبتي مبقولش حاجة، بعتالي انتوا محسسيني ان انا في العصر الحجري، ده احنا في زمن الانترنت. هو حلو التعليق حلو، فايه علاقته العصر الحجري باللي احنا بنعمله؟ يا ريتنا كلنا نرجع للعصر الحجري بتاع زمان. صح؟ صح يا وليد؟ صح. يعني هي كانت منزله لي التعليق دوت على الفيديو وانا بعمل ماما الفطير. كان في ناس قالت عايزين نعرف طريقه الفطير اللف اللي هو الطري ده بقشطه، فكنت بعمله انا وماما. فهي بتقول لي كده ايه علاقه ده بده؟ هو احنا مش لما بنكون عايزين حاجه بنفسنا فيها بنعملها، ولا بنقوم من النوم بنلاقيها محطوطه قدامنا بناكلها نحطها بقنا؟ لا طبعا. فلازم ربنا يقول لك اسعى يا عبدي وانا اسعى معاك. ايه العيب في كده؟ ايه الغلط في كده؟ فمالوش علاقه بزمن الانترنت وزمن العصر الحجري. يا ريتنا كلنا نعيش في العصر الحجري وايام زمان وحلاوه ايام زمان. ايه علاقته بكده؟ ملوش اي علاقه خالص. العصر الحجري بدا القهوه. بص القهوه كوبايه بقى. فانا قلت احب ارد عليها. بس القهوه عامله ازاي؟ بص الوش بتاعها اما يطلع شكله حلو، احلى كوبايه قهوه. فانا بس والله بحب اوصلها النقطه ديت، ان هو احنا بنحب خير الطبيعه ونحب نقعد في وسط الخضره ووسط الارض كده. احنا ساكنين جوه في المدينه شويه، بس احنا ما بنصدق بقى نيجي نقعد في وسط الخضره ووسط الناس والزرع. وعوزنا جرجير نروح نجيب من الارض، عوزنا خس نروح نجيب من الارض، عوزنا ليمون بنجيب من الجنينه جنبنا. احنا بنحب الحياه كده. بص اصلا ايه الطبيعه، الخضره والحاجات الحلوه. يا ريت الناس كلها تعيش في العصر الحجري كده زينا. يا ريت عصر الحجري ده والله العظيم. واحلى صباح عليكم وجمعه مباركه عليكم، وتعشوا بالقهوه معانا، وكل سنه وانتم طيبين. نعود الايام عليكم خير.